لمحه من لمحات عبد المغيث. عبد المغيث يعني كل حاجه حلوه، يعني الامان، يعني الدلع، يعني ريح نفسك. القلب الابيض، القلب الابيض تويوتا موديل 92 كامله اوتوماتيك. كامله اوتوماتيك يا جماعه، فيها عده ميزات. اول ميزه يا باشا، يا رشه كلها بره للتجميل، رخصه سنه، واحلى حاجه طبعا الرخصه السنه. موديل 92 كامله اوتوماتيك، رشه كلها من بره، فابريكا دواخل، رخصه سنه. السعر مميز بس هنقوله في الاخر. اوتوماتيك كامله كهرباء، صدام قداماني امريكاني، عربيه مش عايزه بجنيه مصروف، طقم جنط بكاوتش جديد، فرش الاصطفه الاصلي. ما شاء الله ما شاء الله، دواخل بتتكلم عن نفسها ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الحمد لله. الحاج عبد المغيث يعني دلع نفسك. الاصليه بتاعت البلد، اللي اوتوماتيك اصلي، عربيه شبعانه شبعانه شبعانه، مش محتاجه 4 كهرباء، سنتر باور، تكييف، بفضل الله العربيه مش ناقصها اي حاجه. عداد قليل، ملاكي كفر الشيخ يا جماعه، ورخصه سنه. فرش ما شاء الله ما فيش فيه قطعه، ما هوش يعني ما فيش حاجه ناقصه في العربيه بحالتها يا جماعه. استخدام بسيط بسيط بسيط، حاجه فرصه، عربيه وفرصه. الملكه، ادي الملكه معروفه بفضل الله يا جماعه. عبد المغيث جاب الملكه، القلب الابيض، تويوتا 92 كامله اوتوماتيك على ابوه، حاله شاذه، رشه من بره للتجميل، صدام قداماني امريكاني، كامله اوتوماتيك، رخصه سنه، مرور كفر الشيخ، حاله نادره، دواخل الماس، ما بتحصلش كتير، فرش الاصطفه ما فيش فيه قطعه. ودي المعادله اللي بيحققها عبد المغيث بس. عبد المغيث عنده السعر والجمال، بيعمل المعادله اللي محدش قدر يعملها، مفيش معرض عرف يعملها. عبد المغيث يا جماعه واحد بس. احلم انت بس، احلم وعبد المغيث حق. ما تعملش حاجه تانية، احلم بس. فرصه جميله ليك، اغتنم الفرصه. كيسه سمراء، ما تجيبش الا كيسه سمراء، حط فيها القرشينات من تحت الكنبه وتعالى على عبد المغيث، اترمى في حضنه وشوفوا هيعمل معاك ايه. هيعمل معاك الصح، هيمشيك مرضي، هيمشي العيله كلها مرضيه، مزاجك هيبقى دولس، هتاكل وتشرب وتحلي وتتغدى وتتعشى وتستحمى ويبقى مزاجك فل، وتاخد عربيه ببلاش وتمشي. ده شعارنا، شعار المكان الجديد وسوق المنصوره الجديد. معاك هتركب، معكش هتركب. فرصه واستغلها ان شاء الله. كل جديد، اي عربيه، اي نبذه، اي معلومه، وان شاء الله في حاجه جديده الحاج عبد المغيث بيوفرها ان شاء الله. هيوفر غسيل عربيات، كشف اعطال، صيانه عربيات، مكنه وعفشه وكاوتش، سمكره، دوكو. هنا اللي هيدخل هنا مش هيخرج الا مجبور الخاطر يا جماعه. ده شغل جديد ونظام. وفي الحاج عبد المغيث بيكلم ناس من الصين عشان هيعمل جراج 3 ادوار، وده هتبقى سابقه للحاج عبد المغيث في المنصوره، وتبقى دي بصمه منه مش هتتعمل. والحمد لله، والف الف شكر على المتابعه، وخليكم معانا تجدوا ما يسركم. احب اقول لكم المفاجاه الكبيره قبل ما امشي بقى، عشان الدنيا ورانا شغل كتير. المفاجاه اللي ما كانش حد يحلم بيها، تيجي ممكن تقسط. عبد المغيث بيقول لك اقسط بصوره البطاقه. البنك امك ما عملتهاش، امك مش هتقسط لك بصوره البطاقه. عبد المغيث عملها، فرصه واستغلها. هو قال لك معاك هتركب، معكش هتركب. اعمل بطاقه، مش مستعجل، واحده واحده. بطاقه عاديه، البطاقه من الورق ب 50 جنيه، وتعالى لعبد المغيث اترمى في حضنه، هتاخد عربيه وتمشي.